عندك مشكل مع البغرير ما يتثقبش معاك ولا يدي منك وقت وجهد، خيتك اسمع خمت فيك وجابت لك احسن بغرير وانجح بغرير. كامل اللي جربوه من عندي راهم يدعيو لي لحد الان منذ سنوات. حتى نتوما لما لا تجربوا على بالكم بلي راهو يندار في وقفه بدون تعب وكذلك بدون تخمار، وكامل يجيكم مثقب على حبه، من الحبه الاولى حتى الحبه الاخرى. وحتى المقله مش مليحه ولا الطاجين تاعك مش مليح وراح يتثقب معاك ويدير لك 1000 ولا مليون ثقبه. ها نبداو بسم الله في المقادير وطريقه التحضير. بصح قبل هذا نقول لك حبيبتي ما نساوش تصليوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقول لكم حبوباتي كامل نحبكم ونموت عليكم، كذلك ما تنساوش تضغطوا لي على زر لايك فضلا وليس امرا هكا باش تطلع على فيديو تاعي ويشوفها اكبر عدد ممكن من المشاهدين فضلا وليس امرا. وهيا تبعوني نخدموا مع بعضنا اروع بغرير. دوكا كيما تشوفي لا فيديو نوضي يا حرة الحراير جربي حاجه ما تعجزك بعد اليوم. شوفوا واش نحكي لكم واش نخلي لكم عليه. على بالي هذا اروع بغرير ممكن تجربوه. هيا نبداو مع بعضنا في المقادير وطريقه التحضير. هنايا في غيسيبيون عندي 3 كيسان من السميد يكون متوسط. تقدروا اكيد تخدموا بالسميد الرطب، المهم اي نوع سميد عندكم خدموا به مش هذاك الاحرج اكيد. المهم عندي هنايا 3 كيلات تاع السميد ولا 3 كيسان. الكاس هذاك اللي يهز 220 مليلتر. هنايا عندي ملعقه كبيره من الفارينه، فوالا عندي ملعقه صغيره من خميره الخبز، نص مغرف صغيره ملح، نص مغرف صغيره كذلك من السكر كيما راكم تشوفوا هنايا. ونضيف الماء لاصوص تاعو ولا السر تاعو انه يكون فاتر، يعني ما يكونش حتى دافي رايح للبروده شوي، يعني كيفاش نقول لكم من الحنفيه، فوالا من الحنفيه تخدموا به. بالنسبه للماء عندي 4 كيسان بالضبط تاع الماء. هنايا دوكا اول حاجه نديرها انه نضرب هذا البغرير تاعي ولا المهم هذا الخليط بلو بغا ميكسور، كيما تقدروا ديروا البلندر ولا حتى لاشوار راح يجيكم رائع. المهم انايا نقعد نضربه مليح حتى يعني هذاك السميد يولي ارطب معايا، يولي عندي خليط يشبه تاع الكخاب، يعني يكون خليط املس ومليح ما فيش خلاص هذوك الحبيبات تاع السميد. انايا نكمل نخلطه ونرجع لكم. هنايا حبوبات دوك نعت لكم القوام المطلوب. البغرير عمره لا يكون ثقيل بزاف وعمره لا يكون خفيف بزاف، يعني يكون مليح. وهادو 4 كيسان تاع الماء يعني يجيكم قد قليل، ونضيف شويه تاع الماء غير لكان السميد هذاك يشرب بزاف. هنايا بعد ما نخلطو مليح راح نضيف 2 ولا 2 اكياس خميره الحلويات بما يعادل 20 غرام. واذا خفت يعني من خميره الحلويات يبان الذوق تاعها مالغري مش راح يبان كامل، ضيفي غير كيس واحد ولا كيس ونصف. انا نديرها ولا ندير كيسين بصح صدقوني ما يجيش كامل بنا تاع هذيك يعني خميره الحلويات. دوكا مباشره نروحوا نطيبوها فوق النار تكون تقريبا قويه يعني فوق المتوسطه. طاجين كذلك ولا كريبير تكون سخونه بصح في الاول دهنوه شويه بك، يعني جيبي بابي ابسوربون هذاك ولا سيرفيات تكون نظيفه ديري لها قطره تاع الزيت. هنايا نعتلكم يعني بالعاني باللي كيما دهنتوش لصقت معايا مالغري. شوفوا الحبه تاعنا تاع الغرايف ولا البغرير، شوفوا كيفاش راهي مثقبه كامل، يعني قلت لكم من الحبه الاولى حتى الحبه الاخرى كامل واش نقول لكم مثقبه على حبه. المهم دوك انايا واش ندير، دوك نحيها من بعد ندهن شويه برك ما تكثروش الزيت اتونسيون لانه الزيت كنت تكثروش يصرالو على بالكم باللي مش راح يتعين معاكم، كنت كتري راح عليه راح تقليه نتيا. المهم حبيبتي ندير له غير شماكه كيما تقول ماما ونحط بالغراف ولا لالوش كل واحد كيفاش يسمي هكا. اللي يحبها كبيره يدير حتى غراف ونص كيما ماما الله يبارك ديرها كبيره بصح ديرها فوق الطابونه، فوالا هكا باش يعني تجيهم كامله ولا تجيها كامله حمراء من تحت. ماما على بالكم الطاجين باه تمسحوا تاني تمسحوا بصفار البيض في بلاصه الزيت. انايا بصح ما نستعمل الزيت وشوفوا كيفاش النتيجه روعه.
شوفوا حبوباتي، شوفوا ما شاء الله عليها. انايا ساعات ندير كيما قلت لكم ماما انه كي نشوفها باللي قربت تطيب وقعدوا غير شويه هكا شويه فيهم العجين، واش ندير؟ نغطيها باي مغطى. بصح تقدروا اكيد ما تغطوهاش وتجيكم روعه ان شاء الله. يعني نكون هدرت لكم ولا عطيتكم الاسرار كامله البغره. شوفوا محال قلت لكم ما ينجحش معاكم، محال من المستحيلات العشر. يعني جربيه وتشوفي، ميم كي تاكليه تلقيه خفيف. الله الله، واش نقول لكم؟ ما يتشبعش هاد البغرير ولا الغريف ولا القرصه. قولوا لي انتم، ولا قولوا لي عفوا انتم واش تسموها. هنايا من جا خلف عندي زبده البقرات. الله الله، ما فين نديروها غير بلا بال. انايا برك اليوم راهي متوفره عندي، ولا عسل العادي هذاك تاع الاسواق كيما اللي عنده الله يبارك يدير حتى العسل الحره. وهاي ليكم شوفوا كيفاش تترعد. الله الله عليها، شوفوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني هاد الوصفه ديريها في مناسبات، راهم جايين ان شاء الله النجاحات تاع وليداتك، ان شاء الله ربي يفرحنا كامل بوليداتنا. يعني تنوضي هاك طيبيها صباح ولا عشيه ولا حتى ليل، وانت يا راكي مفرحه روحكم زاهيه، كل عزيز وغالي عليك. شوفوا شوفوا حبوباتي، شوفوا ما شاء الله عليها. المهم ان شاء الله هاد لا فيديو لقى حقه وتبارطاجيوه على اوسع نطاق. وهذا هي قناه جديده، قناه علم اسماء يوميه جزائريه، اللي نقول لكم تاكدوا بلي راكم ابوني فيها. قادروا حد راهم يشاهدوا ويحسبوها بلي قناتي هذيك القديمه. لا لا، هذه قناه جديده، القديمه ولات قلت لكم مش تاعي. المهم ان شاء الله برك يعني كامل تابوني وهنايا هكا باش يوصلكم كل جديد. ونقول لكم انتظروا جديد باذن الله، المميز السهل والسريع كالعاده البنه مش نورمال. على بالكم الغرايف هذه ولا البغرير كي يكون كاين في الدار، على بالكم ما تحتاجوا لا كاطو لا مسكوتشو لا والو. وكي تكون كاينه الغرايب قلت لكم حاجه ما تبان قدامها. المهم قولوا لي انتم كيفاش تحبوا تاكلوها. كاين اللي ياكلها حتى بالزيت الزيتون قال لك تجي روعه. انا ما نكذبش عليكم نحبها بالزبده ونحبها بالعسل. كاين حتى اللي ياكلها بالسكر. حنا ماما ولا في دارنا نديروها بالسكر. ربي يحفظكم ميمتي. اليوم هذا الفيديو غير ماما ماما، ربي ما يحرمنيش ان شاء الله من كلمه ماما، ويحفظ لكم كل والديكم واللي ماتوا، ربي يرحمهم ويعوضكم ان شاء الله خير. المهم كيما راكم تشوفوا، واش نقول لكم حبوباتي، على بالي هدرت بزاف بصح سامحوني سامحوني يا خواتاتي. على بالكم برك بيناتنا باللي اليوتيوب خاصه يحب الفيديوهات الطويله. هاي عليها انا نهضر بزاف. وحاجه اخرى انا نحب نهضر باش نوصل لكم المعلومه، لانه هذه المنصه الوحيده اللي نقدر نهضر فيها الاز. على في رايكم؟ قلت لكم لانه هذه المنصه اللي تحب الفيديوهات تكون طويله، وتحب يعني الجمهور يقعد في الفيديو تاعك ويسمعك. فهمتوا كيفاش؟ ان شاء الله باك تكونوا فهمتوني حبوباتي. والله سينا راني ندير فيديو قصير. على بالكم الفيديوهات القصيره في اليوتيوب ما تطلعش كامل، وما تطلع ما عندها حتى معنى هكا. المهم شوفوا كيفاش طايب. الله 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 الله. نقول لكم صلاو لي في رواحكم، نحبكم ونموت عليكم. ساج دعم قناتي، ما تنساوش بارطاجي فيديوهاتي مع حبابكم صحابكم، وجربوا هاد الوصفه بالذات وتردوا لي كيفاش جاتكم. نقول لكم بقاو على خير. سلام.